يا ترى كيف ممكن لمنظمة مجتمعية واحدة إنها تطلق موجة من الإبداع والتعلم، وكل هذا في 3 شهور بس؟ في تحليلنا اليوم رح نلقي نظرة عميقة على الأنشطة المكثفة للجمعية التونسية للحراك الثقافي، ونشوف مع بعض كيف قدرت تحول المدارس والمراكز المجتمعية لأماكن مليئة بالحياة. هذه هي الجمعية التونسية للحراك الثقافي أو آتاك. هي المحرك الأساسي وراء سلسلة من المبادرات الثقافية والتعليمية اللي صارت بين ديسمبر 2025 وفبراير 2026، وكان هدفها الأساسي الشباب والطلاب في مجتمعاتهم المحلية. طيب، عشان نتعمق في الموضوع رح نبدأ بالتعرف على الجمعية، وبعدين نكتشف مبادرتها الرئيسية سنة المطالعة. بعدها رح نتكلم عن الأنشطة الإبداعية المتنوعة اللي قدمتها، ونستعرض قصة نجاح ملهمة جدا، وفي النهاية نلخص الأثر الكبير اللي أحدثته هذه المبادرات. من هنا تبدأ الحكاية. الموضوع مش مجرد تقرير عن أنشطة، لا، هي قصة منظمة أهلية قاعدة تسوي تأثير حقيقي وملموس في مجتمعها، معتمدة على قوة الثقافة والتعليم. مهمة آتاك الأساسية كانت واضحة: تمكين الشباب من خلال أنشطة ثقافية وتعليمية عملية. التركيز كله كان منصبا على تعزيز المشاركة والتعلم داخل المدارس والمساحات المجتمعية، وهذا خلق بيئة تفاعلية ومحفزة. والآن خلونا ننتقل ونشوف كيف تطور هذا الشغل مع مبادرة أكبر بكثير، مبادرة ركزت على تعزيز القراءة ومحو الأمية. اللي يثير الاهتمام هنا هو سرعة التحرك اللي صارت. شوفوا كيف الجمعية قدرت تبني زخما كبيرا في بداية يناير عشان تطلق مبادرة وزارة التربية سنة 2026 للمطالعة. يعني في ظرف أيام قليلة الموضوع انتقل من مجرد فكرة لحملة تسجيل واجتماعات وأنشطة على أرض الواقع. شيء مدهش بصراحة. وهذا الرقم يوضح التأثير الفوري بشكل مذهل. في يوم واحد بس، يوم 6 يناير، تم تسجيل 1317 طالب وطالبة من مدرستين في برنامج القراءة. هذا الرقم بحد ذاته يجسد حجم الاستجابة والحماس اللي خلقته المبادرة. خير جليس في الزمان، هذا مش مجرد اقتباس عادي، هذا هو عنوان فيلم قصير فاز بجائزة وأنتجه الطلاب أنفسهم. العنوان هذا يعكس بذكاء الفكرة الأساسية لمبادرة القراءة كلها: الكتاب هو فعلا خير جليس. لكن يظل السؤال: كيف ممكن نشرك الطلاب ونشجعهم على الإبداع بطرق تتجاوز صفحات الكتب؟ هذا السؤال هو اللي ينقلنا للمرحلة التالية من استراتيجية الجمعية. وهنا نشوف إن المبادرة ما كانتش مقتصرة على الكلمات المكتوبة، لا، تم تصميم مجموعة واسعة من ورش العمل والأيام المفتوحة عشان تقدم تجربة تنموية شاملة للطلاب. هذه القائمة تعرض التنوع المدهش للأنشطة اللي قدمت خلال الأيام التنشيطية، خصوصاً في مدرسة بئر الشارف، من الفنون الجميلة والروبوتات مروراً بالسينما والبيئة وصولاً للرياضيات. هذا النهج الشامل يوضح التزام الجمعية بتنمية كل مواهب واهتمامات الطلاب. النقطة المهمة هنا هي أن هذا الانخراط الإبداعي ما كان حدث لمرة واحدة وانتهى، بالعكس، كان جهد مستمر ومتواصل يجمع بين التدريب الموجه للمهرجانات الإقليمية وبين ورش العمل المنتظمة اللي كانت تعزز المهارات وتغطي مواضيع جديدة ومهمة مثل الذكاء الاصطناعي والتغذية الصحية. طيب، إيش يصير لما نعطي هذه الأدوات الإبداعية للطلاب ونحطها بين إيديهم مباشرة؟ الإجابة تأتي على شكل قصة نجاح حقيقية خرجت من قلب هذه الورشات. خلونا نركز الآن على قصة قصيرة رائعة توضح تماما أثر هذه البرامج. هي مثال حي على كيف ممكن يتحول التعلم إلى إنجاز حقيقي. هذه الرحلة كانت مذهلة بكل معنى الكلمة، وتخيلوا استغرقت 3 أيام بس. خلونا نمشي مع بعض خطوة بخطوة. يوم 29 يناير الطلاب شاركوا في ورشة عمل عشان يعملوا فيلم قصير. اليوم الذي بعده مباشرة الفيلم كان جاهز، واليوم الثالث الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم، يعني دورة كاملة من الإبداع للاعتراف والتقدير، كل هذا في وقت قياسي جدا. والأجمل إنه النجاح ما توقف عند الفيلم، وهذا اللي يخلي الموضوع مميز أكثر. طلاب تانيين حصلوا على جوائز فردية وفازوا بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة التصوير الفوتوغرافي في نفس المهرجان. والآن خلونا نوسع الصورة ونلقي نظرة على المواضيع المختلفة اللي تناولتها الجمعية على مدار هذه الأشهر الثلاثة. هذا الجدول يوضح الاستراتيجية الذكية للجمعية. ورش صناعة الأفلام ما كانت مجرد نشاط فني، لا، كانت أداة موجهة لمعالجة قضايا اجتماعية حقيقية ومهمة، شهر وراء شهر، من العنف المدرسي إلى أهمية القراءة والسلامة على الطرق.
اللي سوتها الجمعية هو مثال حي ومباشر على اللي نسميه الحراك الثقافي المجتمعي، يعني المبادرات اللي يقودها المجتمع نفسه ويستخدم فيها الثقافة والفن والتعليم عشان يمكن الأفراد ويلبي احتياجاتهم المحلية. شغل آتاك هو تجسيد حقيقي لهذا المفهوم. إذا الخلاصة أو النقطة الجوهرية اللي ممكن نستخلصها من كل هذا هي إننا كنا أمام جهد ديناميكي استمر ل3 أشهر كاملة، وكان هدفه تعزيز القراءة والإبداع والوعي الاجتماعي في المجتمع. الجمعية أظهرت دورا متعدد الأوجه وقدرة عالية على الاستجابة لاحتياجات الشباب بطرق مبتكرة وفعالة جدا. ونختم بهذا السؤال اللي يدعو للتفكير: ما هو الأثر بعيد المدى لما يقرر مجتمع أنه يستثمر بشكل فعال في الإمكانيات الإبداعية والفكرية لشبابه؟ قصة آتاك تعطينا لمحة واعدة جدا عن الإجابة.